طبعا طالعين النهارده نتكلم عن مباراه الاهلي ومودرن سبورت. هتقول لي ما تقولش، ما تحفلش، مش عايز اسمعك، مالكش فيه، انا اقول اللي انا عايز اقوله وده رايي. كفايه جمهورك قال لك العب بقى يا عم، خلي عندك دم من اول مباراه. مفيش اي مبرر يخليك ان انت تبدا البدايه السيئه دي مهما حصل، لان كل الظروف بتقول ان انت عندك لعيبه جامده قوي واعلى سكواد في مصر. صرفنا المليارات لكن سمعنا الاهات، وعندك مدير فني اتعرف على الفريق. الظروف المحيطه بالمباراه بتقول ان انت بتلاعب فريق لولا التراجع عن الهبوط كان زمانه هبط. فريق يعني ضعيف، مش مستاهل اللي انت عملته ده كله. اعلام ومعاك اعلام رافع من شأنك. انا عاوز اعرف ايه اللي ناقصك عشان تفرح القطيع بتاعك. انت هربت من هزيمه وفضيحه امام كل مشجعي الفانلة الحمراء. تقدر تقول لي من ساعه ما البالونه دخلت عندك نادي الاهلي ايه اللي انت استفدته من البالونه؟ تقول لي عمل احسن 2 اسيست في اول مباراه، كان ناقص له اسيست واحد ويجيب هاتريك اسيستات. يا جدع قول كلام في محله، لا تقول حله يا حله. انا بقى وانا اقول لك ايه اللي انت استفدته من البالونه وايه برضه اللي استفاده الزمالك من البالونه. الجعان من ساعه ما دخل الاهلي لعب 4 مباريات رسميه، اتعادل في 3 وخسر في 1. تاني حاجه خروج الاهلي من كاس العالم اخر مجموعته. تالت حاجه مشاكل كبيره في اوضه اللبس. رابع حاجه تمرد امام عاشور عن اللقطه والسوشيال ميديا وطالب 400 مليون. انا معاك يا امام واطلب 500. من ساعه ما مشي الجعان حصول الزمالك على كاس مصر، التعاقد مع مدير رياضي محترف، التعاقد مع 10 صفقات جديده، التعاقد مع مدير فني اجنبي، سداد اغلب ديون النادي، الفوز في افتتاحيه الدوري امام سيراميكا كليوباترا بهدفين. يعني استفدنا كتير بفلوسك، وانت المليون 100 مليون و200 مليون و300 مليون عشان ايه؟ درجت وبيخ بره. تلعب لي اوفرين في الماتش كله بالملايين دي؟ يا عم ريح، انت خلاص بوم فرقعت. ونلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا قطيع الاهلي بيضيع.